السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني اوي من الفيديو اللي فات. لو اول مره بتشوفوني اشتركوا عندي في القناه واكتبوا لي كومنتات حلوه كتير زيكم، وكمان حطوا لي لايك على الفيديو. النهارده الفيديو بتاعنا سهل وبسيط، هعمل معاكم من جلاش بالكبد والقوانص. ممكن ناس تستغرب الفكره، بس هو طعمه حلو. وكمان مش مكلف، يعني جربوه ان شاء الله هيعجبكم. النهارده وكمان بعتذر لكم وبعتذر على صوتي. عندي دور برد قاتلني فلو صوتي فيه اي حاجة يعني اعذروني. اول حاجة كده هنزل بحلة فيها معلقة سمنة على شوية زيت. هشوح شوية القوانص، انا مقطعة القوانص والكبد صغير. هنزل بالقوانص واديها رشة فلفل اسمر واخليها تتشوح شوية قبل الكبدة. علشان القوانص بتاخد سوا عن الكبد يعني. آه هسيبهم يتشوحوا شوية مع بعض، وكمان ممكن نعمل المكرونة بشاميل بنفس الموضوع، يعني مش جلاش بس. ممكن كمان يبقى جلاش بالفراخ. تقطعي برضو الفراخ صغير وتعملي ممكن جلاش بالجبن. يعني حاجة برضو سهلة ومش مكلفة، مش لازم تبقى لحمة في ظل الأسعار اللي احنا فيها يعني. كده كانت القوانص اتشوحت شوية، هنزل بقى بالكبدة. هديها بقى التوابل بتاعتها، فلفل اسمر وكمون وملح ومرق الدجاج، وكمان هقطع عليها بصلة وفلفلاية وطماطماية، وهسيبهم بقى كلهم يستووا مع بعض. زي ما انتوا شايفين كده، انا كده نزلت بالبصلة وكنت ببهر وحطيت بهارات لحمة وسنة يعني رشة صغيرة جوز الطيب، وهسيبهم كلهم مع بعض على النار لحد ما يستووا تمام. زي ما قلتلكوا اعذروني على صوتي عايزين نتكلم النهاردة مع بعض في تنظيم الوقت. يعني انا هقول لكم كده رأيي في الحوار ده، وانتوا لو في حد عنده رأي تاني يعني يقول لي ان شاء الله في الكومنتات، نشارك مع بعض الآراء بتاعتنا. انا بالنسبة لي ممكن كل واحدة يعني تمشي الحوار ده بالاسبوع، ممكن كل يوم. يعني ايه بالاسبوع؟ يعني انتي مثلا على اول الاسبوع تجيبي ورقة وقلم، تفضلي تكتبي مثلا وجبات الاسبوع كل يوم ايه هي، يعني كل يوم تنظمي. انا مثلا النهارده هطبخ كذا، بكره هطبخ كذا كده تمام. في نفس الموضوع التنظيف، يعني النهارده مثلا هتنضفي اوضه النوم، بكره هتنضفي اوضه الاطفال، بعده مثلا هيبقى عندك الصاله تمام. مثلا هتنضفي هترصي مثلا الهدوم في الدولاب اللي هو الكبير بتاع اوضه النوم النهارده جنب شغل البيت. مثلا بكره هيبقى دولاب المطبخ تنظميه جنب شغل البيت. مثلا النهارده هيبقى يوم مخصص غسيل الحمامات بقى من فوق لتحت. ده كله هيكون مع الوجبات اللي انتي كاتباها في خلال الاسبوع ده. ممكن مثلا لو انتي مش هتعرفي تنظميها بالاسبوع، ممكن كل يوم اول ما تصحي من النوم كده اصحي بدري. آم، يعني كلنا نحاول نصحى بدري، انا واحده يعني ساعات اصحى بدري وساعات لا، يعني مش هقول لكم ان انا بصحى دايما بدري. هنا بس هقول لكم على حاجه، الجلاش انا هنا كنت بحط يعني ورقتين ورقتين وبحط بينهم رشه سمنه. بمسح كده بالفرشه سمنه رايح جاي، بس ما بحطش اي حاجه تاني. هرص بقى الجلاش اللي معايا كله، وبعدين هقول لكم هنعمل ايه. هنرجع بقى في حوار تنظيم الوقت. اصحى بدري. لو انت عندك ولاد ربنا يبارك لك فيهم، قبل مثلا ما هم يصحوا او هم صحيوا معاكي آه، اتوضي صلي. مثلا لو انت اقري ورد ليكي كده مثلا كل يوم صفحة من القرآن تمام. لحقتي هاتي ورقة وقلم واكتبي مثلا مع نفسك كده، انا النهارده هعمل كذا وهيبقى الاكل كذا وهنضف كذا كده. قسمي مثلا وامشي على حسب الورقة اللي انت كتبتيها دي، مشي يومك على اساس الورقة اللي اتكتبت تمام. وبعدين خصصي مثلا وقت لولادك، هقعد مع ولادي في الوقت ده، هنلعب مع بعض. لو ولادك كبار يبقى هنذاكر مع بعض. بعد المذاكرة هنفضل مثلا نص ساعة نتكلم، هم عندهم حاجة يقولولي، ياخدوا رأيي في حاجة انا اخد رأيهم في حاجة كده. يعني هم لو ولادك ما شاء الله كبار، فانتي زي ما بتسمعي منهم وهم بيسمعوا رأيك، انت كمان لازم تسمعي رأيهم في كل حاجة. لو انت ولادك صغيرين يبقى الوقت ده مخصص ليهم ان انت تلعبي معاهم.
خلال اليوم، تمام. لو عندك وقت هو لازم كل واحدة كمان تدي حتى لو نص ساعة ولا ساعة لنفسها. خلاص مثلا ولادك كبار او صغيرين، هم خلاص دخلوا ناموا، ففي ساعة كده خديها مع نفسك، اعملي بقى كوباية نسكافيه، اعمل لك سندوتش حلو. لو انت عاملة رجيم يبقى طبق فاكهة، طبق فيه تمر كده وقزقزي فيه وانت قاعدة، اللي هو البلح اللي هو التمر ده. اعملي ماسك لشعرك، اعملي ماسك لوشك، اعملي حمام مغربي لجسمك كده، يبقى وقت لنفسك، بحيث ان انت تاني يوم تصحي انت خلاص طاقتك كانت خلصت، وانت خلاص الساعة اللي انت خدتيها بالليل دي شحنت طاقتك تاني، بحيث ان انت تقومي تاني يوم الصبح عندك طاقة كده ان انت تبدأي يوم جديد. وكمان لما تيجي تبدأي اليوم بالقرآن برضو والصلاة وكده، فيومك هيبقى ان شاء الله مليان بركة ومليان خير، ومليان ان انت كمان ما تتعصبيش على ولادك. يعني كلنا الولاد الصراحة بتعصب وبتنرفز وكده، يعني ربنا يبارك لنا فيهم، بس ان شاء الله القرآن والصلاة هيخليكي تحاولي على قد ما تقدري ان انت تمسكي اعصابك. فكلنا، انا قلت لكم رأيي في الموضوع ده، ولو حد ليه رأي تاني او انا اتكلمت مثلا حاجة غلط او حاجة كده، يعني انا برضو مش كبيرة في السن قوي، فما عنديش خبرة، اكيد هتبقى عندي خبرة زي واحدة مثلا ماما، يعني ام لولاد كبار او جد او كده. فلو في حد عنده رأي تاني برضو يقولي، تمام. ونشوف كده الكومنتات هتبقى آرائها ايه، وحد يبعت لي مثلا فكرة كويسة عن الفكرة عن الافكار اللي انا قلتها، ونشارك بعض. هنا بقى كان كده الجلاش انا كنت خلصته، رصيت نصه تحت، وحطيت الكبد والقوانص بعد ما استوت والنص التاني فوق، وبين كل ورقتين كنت بدهن سمنة. هنا بقى معايا كوباية لبن، وحطيت عليها بيضة ورشة فلفل اسمر، وواحدة مكعب مرق الدجاج. ما بحطش ملح، هو اصلا الجلاش نفسه بيبقى حادق، فانتي ما تزوديش ليه الملح. وقطعته، وهسقي بقى كده الجلاش باللبن اللي معايا زي ما انتوا شايفين. ولو عندك سمسم حط على وشه سمسم بيبقى حلو، او حطي حبة البركة. هنا بقى حطيته هو على الفرن في الرف اللي في النص، وطلع زي ما انتوا شايفين كده، لونه من فوق قمر ومن تحت قمر، وكمان طعمه جميل، يعني انتوا جربوه، ما تستغربوش الفكرة، جربوا وان شاء الله هيعجبكم. هنا ادي شكل الجلاش اهو. وبعتذر لكم مرة تانية على صوتي، بس انا والله عندي دور برد، يعني انا عايشة فيه بقالي اسبوع، ولا بشم ولا بستطعم ولا اي حاجة، يعني صوتي هتلاقوه متغير، فمعلش بقى. وزي ما قلت لكم لأول مرة بتشوفوني، ما تنسوش تشتركوا عندي في القناة، تشجعوني ان احنا نعمل حاجات حلوة زيادة مع بعض يعني. شايفين لونه من تحت عامل ازاي، والطبقات مورقة، شايفين شكله. اسيبكم بقى في رعاية الله، في فيديو جديد، مع السلامة.